المنتخب المغربي أول المتأهلين عن قارة إفريقيا إلى نهائيات كأس العالم 2026 بفوزه على ضيفه منتخب النيجر بخماسية دون رد في الجولة السادسة لمنافسات المجموعة الخامسة. وعزز المنتخب المصري حظوظه لبلوغ كأس العالم بفوزه على ضيف الإثيوبي بهدفين دون رد ضمن المجموعة الأولى. هذا وتكبد المنتخب السوداني الهزيمة الأولى في المجموعة الثانية بخسارته على يد مستضيفه السنغالي بهدفين دون رد. استهل المنتخب الفرنسي مشواره في التصفية الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بالفوز خارج الديار أمام أوكرانيا بهدفين دون رد لحساب المجموعة الرابعة. وحققت إيطاليا انتصارا عريضا على ضيفتها إستونيا ب5 أهداف دون رد في الجولة الخامسة للمجموعة التاسعة. فيما حقق المنتخب الكرواتي فوزه الثالث تواليا في المجموعة 12 بفوز على مستضيف منتخب جزر فارو بهدف دون رد. تعرض لويس أنريكي مدرب باريس سان جيرمان لحادث سقوط من الدراجة استوجب خضوعه لعملية جراحية إثر إصابته بكسر في عظمة الترقوة. واصل الإيطالي نيك سينر حملة الدفاع عن لقبه في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ببلوغه النهائي بعد الفوز على الكندي فيليكس أوجي الياسيم ب3 مجموعات ل1 محققا بذلك انتصاره 300 في مسيرته. وسيلاقي سينر في المشهد الختامي الإسباني كارلوس الكراز الذي حسم تأهله بتغلبه على صربي نوفاك جوكوفيتش ب3 مجموعات دون رد.